ازيكم يا اللي ما فيش زيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في البطه الجميله اللي قدامنا دي؟ هنحشيها ورق عنب وهقول لكم الطريقه بتاعتي ازاي. معايا بطايه كده حلوه بتاع حوالي 4 كيلو. طبعا انا كان معايا قشره برتقان كده دعكتها بيها من بره. كمان شلت الحته الزفره اللي هي بتبقى فيها الزفاره اللي هي بتبقى على الجناح من فوق دي. طبعا بعد ما غسلت طبعا البطه وطلعت الشعر وطلعت منها الريش وكل حاجه، عملت لها سويت وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفينها كده. جبت بقى بوله كبيره وحطيت فيها كوبايه عصير برتقان، كوبايه عصير بصل. خدت التفل وعصرت الميه وخدت العصير بتاع البصل. قشره البرتقان بشرتها وخدت منها حبه، معلقتين صلصه او ربع كوبايه زيت صغيره، وكمان بقى ملح وفلفل وكبابه صيني ولوري وحبهان وكزبره، وكمان ربع كوبايه صويا صوص، دي بتخليها الانسجه بتاعتها كده طريه وتستوي بسرعه، وكمان او معلقتين دبس الرمان برضو بتديها حضاضه كده مع البرتقال. زودت كمان معلقتين صلصه زي ما انتم شايفين، وده صوص الباربيكيو برضو مدخن كده هتلاقوه طعمه حلو. وكمان كان المفروض احط عسل وما كانش عندي عسل، فلقيت عندي مستردة بالعسل، رحت حطيت مستردة بالعسل. قدامنا ديت يا جماعة حلوة قوي، المنتجات بتاعتها لافيتا جميلة جدا ورخيصة، احلى من ماركات تانية. بعد كده بقى خدنا التوابل وخدنا المية دي كلها وحطيناها على البطة زي ما انتم شايفين كده، وكمان خرمنا البطة بالسكينة، حطينا بقى الحاجات دي كلها على قلب البطة من جوه، وغرزناها بقى بالسكينة كده علشان خاطر ايه تشرب من جواها ومن براها. وسيبناها تبات في التلاجة يوم بحاله، او لو انت مش هتسيبيها تبات في التلاجة تخليها 4 ساعات كده او 3 ساعات، يعني اول ما تقومي من النوم الصبح. هنيجي بقى للبصل بتاع المحشي. طبعا دسم كتير اللي هو سمنة او زيت زي ما انت عايزة. بصل كتير بتاع حوالي نص كيلو بصل كده كبار. وكمان بعد ما دبلناه شويه عصرنا عليه طماطم زي ما انت عايزه بقى، تسبكي تسبيكه حلوه كده، وتحطي بقى الفلفل والشطه البابريكا وكمان كزبره وكمون، ده للمحشي وخلطه المحشي لو انت عندك. كمان تحطي خضره كده كتير زي ما انت شفتي، وكمان تدبليها شويه، وتحطي بقى الرز بتاعك وتدبليه شويه. وكمان انا بقى عملت طريقه حلوه قوي للبنات اللي هم لسه مبتدئين، اللي بيقولوا سنه اولى مطبخ. جبت سفرة كده زي ما انتم شايفين، فردت عليها ورق العنب كله، حتى الورقة مثلا المقطوعة حطيت جنب منها ورقة سليمة، وظبطت الدنيا كده. وايه، وحطيت بقى في كل الورقة حبة رز حبة رز، لغاية لما افوت على واحدة واحدة واعملها بالمنظر ده. انا لقيتها سهلة بصراحة، قلت اما اوريكم الطريقة ديت يمكن تعجبكم. لو ما عجبتكوش اعملوا عادي زي ما بنعمل المحشي الطبيعي يعني، بس دي لو انت عايزه تنجزي بصراحه نجزت معايا كتير. بصوا عملت طبق مليان، بصوا سهل قوي، اجي على واحده واحده واروح لفه على طول. متهيألي ان هي انجزت معايا. هنيجي بقى بعد كده بعد ما حشينا ورق عنب بتاعنا، هنجيب طاسه كبيره او صينيه كبيره اللي احنا هنحط فيها البط بتاعنا الجميله دي اللي كانت بايته في التلاجة من امبارح. وحطينا ورق الاول المونيا وبعد كده ورق زبده علشان، وبعدين رصينا بقى الايه الورق العنب، وملينا البطه كلها بالورق العنب اللي انتوا شايفينه ده اهو. وكمان حطينا من جوه بقى ايه الصوص بتاعها اللي احنا كنا مبيتينه فيها دي، حطيناه من جوه ومن بره. طبعا حطينا ملح كمان على الصوص ده. تمام. وهنقفل بقى كده بورق الزبده وبعدين ورق الالومنيا، وبعدين هنقفل كمان بورق الزبده وهنحط في الفرن لمده ساعتين ونص. البطايه دي قعدت ساعتين ونص في الفرن. بعد ما قعدت ساعتين ونص رحت فكيت عليها الورق الالومنيا، وبعدين سبتها تحت الشوايه زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقيت الورق العنب سويته طبعا في حله تانية، ده الورق العنب اللي من جوه. بصي انا بوريكي تشوفي طالعه مدخنه، وطبعا كنت عامله كمان كرنب. بصوا بقى طالعه اللي جوه الورق العنب اللي جوه بقى في قلب البطه مستوي من جوه، ده كان طعمه خرافه. طبعا انا كان عندي شوربه بط قبل كده، رحت ساقيه بيها الورق العنب ده، وكمان سقيت بيها الكرنب، وبصراحه كانت طعمها يلوح يلوح ومستوي ومفلفل ازاي. بصوا الفلفله وهو جوه. وما شاء الله برضو البطه هقطعها لك واوريها لك انها استوت وبقت زي الفل في الفرن البوتاجاز مش بره، وكانت زي الفل.
انا مبسوطه جدا ان انا قدمت لك فيديو حلو، يا رب يعجبك وينال اعجابك، وما تنسيش اللايك والاكسبلور، والف هنا وشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.